يوسف. الآن أريد أن أعرف إليكم أحد منهم. شوقي يكون يوسف، رحمة هداية يكون زليخة، Arif Munanda yakunu Maliku Misri, Aditya yakunu Musafir, Syukurdi yakunu Khabir, Turhamun Wasuki yakunani Imraati. Hadza min faslina. جاء المصريون لشراء يوسف. اتضح أن الشخص الذي اشترى يوسف كان ملك مصر في ذلك الوقت يدعى كفر. يا مسافر، ما هو ثمن هذا العبد؟ كل ما تمنى يا سيدي. عشرة دراهم. طيب يا سيدي. واحد، اثنين، 10. Ustaz Saidi, qualifikan. إنه مكان جيد. لعدة سنوات كان يعيش في المنزل كفر. في ذلك الوقت لم تكن كفر في المنزل. جاء زليخا إلى يوسف في المنزل. زليخا ثم زليخا يدخل إلى غرفة يوسف بخوات مفتوحة بينما يغلق الباب. يا يوسف، استيقظ أرجوك سمع الله ألجئ إلى الله حقا على طوال هذا الوقت عاملني كأسبري جيدا. Bisa-bisa bagaimana tuh Wahidah ya Yusuf? في الوقت يجب على زليخا ويوسف القيام أستغفر الله يا زليخا. لا
سيدي الأدني أن أبرأ نفسي له. لا أعرف ما الذي حدث لك هنا. دعنا نطلب إلى خبير. يعقد في الخبيرة ليتم إحضاره إلى المنزل. يا خبير، هل يمكن شرح ما حدث لكم؟ انظر يوسف وزليخا وملابسهما. إذا كان رداؤها في زوجك، صحيح أن الخلفة، لكن رداء تمازقت في الخلفة. كانت المرأة في الخلفة يوسف. انظر إلى رداء يوسف من الصواب الذي بلغ في الظهر. بالتأكد هذا الحديث. ثم زليخا الرجوع والكعبة أسفا. حافظ على هذا من السر يا يوسف. وأنت يا زوجتي تستغفر عن خطاياك. تم سجن يوسف بسبب أخطاء لم يفعلها. ونساء في المدينة يتآملون زوجة بكفر. تورد زوجته الملك أن يعقده أيا هي أمامه. هل هذا صحيح الخبير؟ الذي اعتبر إنه قد ينام. ثم ماذا عن الملك يجد زوجته تضيقه. ما شاء الله. عندما سمعت زليخا القيل والقول عنها في المدينة.
مهما تريد من المكان تفاحة. شكرا لك. تفضل. ثم تجمعها هو تبشر التفاحة. طلب زليخا من يوسف أن يخرج. Ya Yusuf, azhar masakahunna ya Yusuf. Masya Allah. الله الجميل هذا ليس بشر. هذا الشخص الذي توفيقه لأني من جيد إليه وفي الواقع لم تجرده على الشخص الذي لكنه رفض. بعد ذلك تم وضع يوسف في السجن. في السجن بشر يوسف بشخصين. كان في السجن شباب الذي طلبوا يوسف مساعدة. يا ربي فعل أفضل بدلا من تلبية دعواتهم إلي إذا لم تمنعني من خداعهم. باللطف سأحقق رغبتهم وأنا أحموك. آمين. يا يوسف نعم. عندي سؤال واحد. حلمت في الواقع بحمل القبر على رأسي ثم حملته بعض الطاووس. وأحد يمرح السيل شراب مع القمر في حين أن الآخر سيسلب ثم يأكل الطائر جزءا من رأسي. يا صديقي أيهما أفضل له من ألوان مختلفة من الله أو الله سبحانه وتعالى. فعرض تماثيل أجدادنا يا يوسف. لقد كنت تعبد الأسماء التي قدمها أسلفك من الأصول القديمة. الله لم يرسل أي معلومة عن الأسماء. لقد أمر الله بعدم عبادة بخلافه. هذا دين مستقيم لكن معظم الناس لا يعرفون. اشرح حالتي لسيدك. شكرا يا يوسف. مع السلامة. نسى أن يعطي عرش يوسف لسيده لأن الشيطان جعله ينسي، وبسبب هذا بقي يوسف مسجونا لعدة سنوات. يوما واحدا حلم الملك. حلمت برؤية 70 بقرة سامنة تأكل 70 بقرة ناحفة.
أشرح بحجاب الحلم. لقد كان حلما طريقا ولم نكن نسر الأحلام. سوف أخبرك عن الشخص الذي يمكن أن يصنع الأحلام إرسال له. أحضر تعرضوا لي. نعم يا سيدي. يا يوسف ارسلينا 7 بقرات سمينة البخور وتأكل و7 أخطار و7 أمور مجففة. هذا يعني أنه لمدة 7 سنوات للنبات كالمعتدي يمكن ترك الحياة محصول باستثناء القليل مع الطعام. بعد ذلك 7 سنوات صعبة للغاية والتي تقدم عمله. ثم بعد ذلك نعم يوسف. ثم إرسل الأخشى الذين عدوا إلى قطف. كيف؟ لا ارجع لك هنا. اهدروا لي. نعم يا سيدي. يتم ذلك. كيف يتم ذلك؟ من الواجب أنا حقيقة. يا يوسف تبدأ اليوم أشخاص ترفع المبتدأ والمستوى ونعتقد هذه هي طريقتي لكي يعرفوا كبير لأن أفلح أسلم إليه. وهكذا أعطى الله يوسف مكانا في الأرض مصري أفضل لأولئك الذين يؤمنون ويكرسون دائما. هذا من آخر خصائصنا وإن وجدتم الخطأ والغلطات من كلامنا سنطلب منكم عفوا كثيرا وكفى منا سنقول لكم السلام عليكم ورحمة